بعد ما شفت الفيديو ده. بصوا يا جماعه، ده مشروع عمري شغال عليه بقى 4 سنين، مش عارف اعمل ايه، الدنيا مش ماشيه خالص. وعرفت حكايه المطعم، بس جت علينا دخلت علينا كورونا، حصل ماس كهربائي بعد 7 ايام بالظبط من الافتتاح، قفلنا. بعد كده رجعنا تاني شهر 2 اللي فات ده. المطعم اسمه شيكس. اول حاجه طلبتها عرض كده في 4 قطع فراخ و4 ستريبس و2 رز الريزو ساده وكول سلو لتر توب كولا. تتبيله الفراخ حلوه، فراخ نظيفه. يلا بينا بقى على الستريبس، قطعه كبيره نفس الكلام، طعمها حلو بس هي مش سبايسي. سالتهم هو ليه فرق اللون بين ده وده، فقال لي عشان ده واخد البريدنج دبل فاللون بيبقى غامق، ده بقى فاتح واخد طبق بريدنج واحده ومش سبايسي. ده برضو عرض ساندوتش تشيكن راب مع كول سلو وبطاطس، تشيكن فولكانو يعني العشاق السبايسي فقط لا غير. فرايد تشيكن محشيه، ممكن يحشوها جبنه، يحشوها باربيكيو، يحشوها صوص فاير كده. فده بقى ساندوتش متغرق شوكليت كده عايز يرجع فلوسه كامله بيرجع الاوردر بنستبدله مفيش اي مشاكل يعني. من الاخر بقى تشيك فرايد تشيكن المحشيه دي حاجه جديده بالنسبه لي، والعنوان بالظبط قدام نادي الزمالك بوابه 3 المهندسين. المكان ده فعلا يستاهل سيف. شير الفيديو ومنشن لصاحبك، وافضل اقول كل فيديو شارع حاجه ضد عن القضيه الدعاء، نبطل نجيب اللي ما يتسموش.